كولر مدرب الاهلي جنسيته سويسري من سويسرا، والاتحاد الدولي مقره في سويسرا، اسمعوا الثالثه، والخطيب بيلبس ساعه سويسري. هي التربيطه دي هي اللي خلت الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه المره دي. ايه الاي كيو ده؟ ايه الاي كيو ده؟ يا بختك والله، يا بختك، يا بختك بعقلك، ويا بختك بتحليلاتك، ويا بختك بربطك، ويا بختك باستنتاجاتك، يا بختك بكل حاجه والله ربنا وهبك بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة أو بتشاهدني، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل المشاركين معانا، وشكرا. على بركة الله نبدأ الفيديو معانا النهاردة. ده مسخرة السنين، ده فعلا مسخرة بكل المقاييس، أنا ما بهزرش والله. يعني إحنا عندنا النهاردة في الفيديو في 3 مقاطع. واحد للزتونة، زتونة الإعلام عبد الشافي صادق، نجم نجوم الخيار في القناة المنافسة، والأستاذ إيهاب الفولي أكيل كل الموائد. وبعدين رد قوي جدا 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 من الأستاذ سامر أمين عليهم. يعني بصراحة محدش من الاهلي جوه من الاهلي رد عليهم زي ما رد على تامر امين كده. يا ريت تسمعوا الفيديو ده للاخر، واللي يقدر يشيره يشيره. الاول نبدا بعبد الصادق، عبد الشافي صادق. ده راجل هقول له العتب على النظر، حط لها ششم، حط لها ششم عشان تعرف تشوف. المحلل الرياضي هو من يرى المباراه ويحلل على وقائعها، مش واحد بيديله ورقه سكريبت وهو داخل كده علشان العشاء. عشان العشاء امتى؟ داخل تتعشى، فعايز تعمل بعشاك فتاخد ورقه مكتوبه ونهطل في الكلام. تصوروا من اللي بيقول ان الجون بتاع الاهلي اللي في اخر دقيقه اللي براس محمد شريف بيقول عليه ضربة جزاء، ضربة جزاء احتسبت والحكم احتسبها في الوقت الضائع، وزود على الوقت الضائع عشان الاهلي يكسب، ولازم الحكم ده يتحول للتحقيق. تصوروا وصل بالاعلام الدرجة ديت. صدقوا من واحد ما شافش حاجة، قالوا له لانه هو مش فاهم. وبعدين المفروض ما يتكلمش طالما مش فاهم، ما بيعرفش. طالما ما تعرفش يا سيدي اتكلم في اي حاجه تانية، هبل في اي حاجه تانية، ابعد عن الكلام في تحلل الحاله. بسأل. وما برضو الاسبوع اللي فات برضو قلت ان طول عمر الطايره سيدات عندكم كعبها عالي على الاهلي. لولا لحق ايهاب الفولي عشان يسكتك، عشان يفهمك ان الاهلي اللي طول عمره كعبه عالي عليكم. صدقني الورقه اللي انت بتاخدها ديت مش هتنفعك. انتوا على كل المواد بتاكلوا، فته بتاكلوا، معدس بتاكلوا، اي حاجه بتاكلوا. المهم الجنيه اللي حلوح تاخدوه تروحوا بيه. بلاش شغل السكريبتات. وريني، انا نفسي اشوفك بتفهم، نفسي اسمعك تكون فاهم، نفسي اسمعك تكون شفت. لكن للاسف كل ده مفيش حاجه من دي خالص. انت بغبغان بتقول الكلام اللي بيقوله ولي نعمتك وبس، وهتحاسب عليه. انت شاغل نفسك بالاهلي، انت في قناه الزمالك ولا في قناه الاهلي؟ ده القناه عندك عامله زي ما تكون جبهه معارضه لقناه الاهلي. هي جبهه معارضه بس. انتوا مش قناه زمالك ولا بتجيبوا اخبار الزمالك، ولا بتجيبوا المشاكل ولا البلاوي السوداء ازاي في الزمالك. انتوا جبهه معارضه فعلا. هو اي حاجه لا عندكم، اي حاجه غلط عندكم، اي حاجه حرام عندكم. انت النهارده انا حاطط لك صوره الهدف، يا ريت تشوفها لو هتوصلك زي ما وصلوك قبل كده الفيديوهات اللي قبل كده، وهاجمتونا وهددتونا بالحبس
وهددتونا بالحبس والملاحقه. انا عايزك تشوف الفيديو ده، تشوف الجون ده انا عامل لك عليه اسهم وعامل لك عليه دوريات ومهنيك قوي، يعني هتتبسط وهتتكيف. الهدف براس محمد شريف، كرة مرفوعة من حسين الشحات، كرة علي معلول ضربها، لعبها من ضربة ركنية، لعبها لحسين الشحات، حسين الشحات رفعها لمحمد شريف، رفعها لسافيو، سافيو حولها لشريف، شريف دخلها بالراس، سجلها بالراس. اما علشان الوقت الضايع، هو حلال لكم حرام على اي حد، حلال لكم حرام على اي حد. انا مش هتكلم في النقطه ديت. يا ريت تكون شفت كاس العالم. انا اشك انك انت بصراحه معلش انا اسف مع احترامي الشخصي ليك انت، لكن انا اشك انك بتكون بتفهم في الكوره نهائي. والله اشك. انت زي الاعلامي التاني الدرديري اللي كان بيطلع برضه يهبل كده. هي نفس الطريقه، هي لبن واحد من جاموسه واحده بينشرب في المكان اللي انت فيه. وبعدين انت مش عاجبك كلاتنبرج عشان بياخد عمله صعبه. طب وفيريرا بياخد ايه؟ بياخد عمله طريه؟ بياخد ايه؟ لعيبه الاجانب اللي عندك بياخدوا ايه؟ وبعدين انت مش عايز كلاتنبرج ليه؟ مزنق عليك؟ مضايقك انت الصندوق بتاعك مضايقكم، قافلها عليكم، ولا مش عارفين تكلموهم وعايزين الاحتواء والوأواء؟ وبعدين بتتكلم الحكم خد السيد عبد الحفيظ بالحضن. طب ايه رايك في الصور اللي انا حاططها لك ديت؟ ايه الحكام دي كانت بتتجوز عندكم؟ يعني الصور اللي انا حاططها لك، الاربع خمس صور اللي انا حاططهم لك دول، الحكام كانت بتتجوزهم؟ كانت بتتجوز الرجاله بتاعتكم؟ ده حتى رئيس ناديك مأنجش محمود عاشور، والصوره ما حاططها لك وشوفها. الحكام كلها الزملكاويه ما خلوش واحد في نادي الزمالك الا لما حضنوه وبسوه. ومش هقول لك بسوه فين. خليكم عقلانيين عشان نصدقكم. نفسي اشوف واحد فيكم صادق. انت اسمك عبد الشافي صادق وانت مش صادق، ارجع لنفسك، ارجع لله. قبل ما تنام كده فكر انت قلت ايه وعملت ايه. مره طايره السيدات كعبها عالي لولا لحقك ايهاب، النوبه دي ضربه جزاء، ضربه راس تقول ضربه جزاء. زي برضه طارق ابو اللي بيشم برضه مع اكرامي، قال لك برضه ان الكره في طريق الجيش، ان الكره اوف سايد، الكره مش اوف سايد. اكرامي قال الكره اوف سايد ايه؟ ده الكره فاول لانه خطا على المهاجم عشان لعبها بايده. قال له اصل انا شفتها اوف سايد. شافها. المصيبه انه بيقول لك انه وقف التلفزيون وشافها اوف سايد، يعني هو وقفها عشان يعمل خط، هو خط الايه؟ الفار. شفتوا الكذب؟ والله ما بيتفرجوا، والله بياخدوا سكربتات وبياخدوا ورق ولازم يقولوا اللي هو لازم يقولوه. بيقولوا كلام هم مش مقتنعين بيه ولا فاهمينه. فعايز اقول لعبد الشافي يا ريت العتب على النظر، ويا ريت عشان انت مش فاهم يبقى ما بتعرفش، يا ريت ما تتكلمش. عايز تمشي كلاتنبرج عشان انت عايز الايه؟ بتوع الاحتواء. وده انت مش عايز كلاتنبرج، مش عايز رابطه الانديه تعمل الاستفتاء الجماهيري على اللعيبه. انت مش عايز اي حاجه، انت عايز يجيبوا لك درع الدوري لحد النادي يقول لك اتفضل. يا اما كل ماتش لازم ينغلب الاهلي عشان انت ترتاح. لولا التحكيم وجمالة التحكيم، انا يعني هقول على الهواء الحكم اللي ادار مباراه الاهلي النهارده لابد من احالته للتحقيق في مشهدين: مشهد ضربه الجزاء، لعبه الركنيه مره ثانيه، الشحات
بيرفع كرة على القائم الثاني ودي لمسة راسية وجول. يعتب على النظر. ومشهد ان هو واخد سيد عبد الحفيظ في حضنه، هو صاحبه. اعمل لك ايه؟ تعال احضني بالاحضن، تعال ادلعك واللي ايه هيمنع. اعمل لك ايه؟ تعال احضني بالاحضن، تعال ادلعك واللي ايه هيمنع. تعال احضني اعمل لك ايه؟ بالاحضن، تعال ادلعك. فعلا؟ طبعا هو صاحبه. ما شفتها. ما ينفعش في كرة القدم ده. هو فين كلاتنبرج؟ هو كلاتنبرج سافر. هو حصل فعلا؟ ايوه، ما في مشهد ده موجود. ماشي. هو كلاتنبرج فين؟ ومين اللي بيدير لجنة الحكام؟ ومين اللي بيوزع الحكام؟ النهارده الحكم ده لازم يتحول للتحقيق على ضربة الجزاء المشكوك في صحتها واحتساب وقت اضافي وانتظار حتى الاهلي يتعادل. لما الاهلي ما تعادلش لغايه الدقيقه 97 اضطر يتدخل. اقول لك حاجه، ما ينفعش التحكيم ده. العداله يا كابتن خالد، انا اطالب بالعداله في الدوري زي ما الزمالك بيكسب بعرقه. لا كمان ما ينفعش ان انا اجامل الاخرين. عارف لو كلاتنبرج شاف بتاع طارق مجدي دي وهو حاطط ايده على الحكم هيتوقف. لا، امال ليه كمان؟ هيقول لك اتفق مع قرار الحكم. هو جاي عشان يتفق؟ هو يعني احنا جايبينه عشان يتفق؟ هو الراجل من اول السنه هو متفق. يا كابتن خالد، ما ينفعش انا اجيب واحد بيقبض بالدولار من عندي وبيروح بيحلل في القنوات واتحاد الكره ما بيتكلمش. هو بيشتغل في اليونان كمان. ما ينفعش دي مش كره قدم. مسلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. ده مش احتراف. يجب على اتحاد كره القدم ان يتدخل. كلاتنبرج مش فاضي يسيبها ويمشي. نخش بقى على الاستاذ ايهاب الفولي. بصراحه هو فولي. ما هو الفولي ده اللي شتم مرتضى منصور قبل كده وقال له انا شفته نازل من على المواسير كان سارح قبل غسيل. الفولي نفسه. وانا نشرت الفيديو ده عندي في الفيديوهات عندي. ده اللي طلع على التلفزيون مع خالد الغندور وقال لك انا شايفه نازل على المواسير سارح قبل غسيل على مرتضى منصور. ده على اي بص، على الرصيف هياكل، جنب الحيطه هياكل، في الخرابه هياكل. هو يهمه الاكل وبس. بص، بكام عشان اقول؟ هتدفع كام عشان اقول؟ ده شاغل نفسه حتى بقاعده الاجتماعات بتاعه النادي الاهلي. قال من بقى انت مالك؟ ولا اقولها لك انت مال مين؟ زي ما بيقولها لك رئيس ناديك. شالوا صورة صالح سليم وحاطين صورة حسن حمدي. انت جايب ركن. انت جايب جزء من ركن. انت ما جبتش كامل الجدار علشان تعرف فيه كام صورة. لانك انت ما انتش فاهم. انت ما بتفهمش. مش انت بتاع الفراخ؟ مش انت اللي عايز الدولة تعاملك معاملة الفراخ؟ انا مش عارف انت بتتدخل في قاعة النادي الاهلي ليه؟ والاهلي شغلك ليه؟ وحرقك ليه؟ ووجعك ليه؟ ما تخليك في نفسك. قال وايه بقى النكتة بقى اصل التجربة الدنماركية كانت الممثلة فيها اسمها كلاتنبرج. هي من هنا بقى. واصل مقر الفيفا في سويسرا. واصل مدرب الاهلي من سويسرا. واصل محمود الخطيب بيلبس ساعات سويسرية. هم عشان كده خدوهم في كاس العالم. طب انا هسيب بقى بعد ما الناس تتفرج على الفيديو بتاعك المسخره ده، فيديو مسخره، هسيبهم يشوفوا تامر امين مديكوا ازاي. صحيح. استاذ ايهاب الفولي، مبروك. الله يبارك فيك. طبعا فوز مهم لنادي الزمالك، بس يعني احنا بنتكلم على منظومه غاب عنها العدل، غاب عنها العداله.
بتتكلم عن حكام بتنزل مش شايفه الا اتجاه واحد ولون واحد. يعني ايه مباراه 6 دقائق تتلعب 8 دقائق، 6 دقائق حامل في دقيقتين؟ انا مش فاهم بجد والله. يعني حملوا في دقيقتين، جم منين 8 دقائق؟ ده باين عليك اعلامي النساء وولاد. ضربه ركنيه اتلعبت، النادي الاهلي لعب الضربه الركنيه، رجعت خلاص طالما طلعت من رايه الكورنر وما راحتش. لا ممكن قبليها كمان، طالما ال6 دقائق انتهوا خلاص. هم ال6 دقائق انتهوا فعلا. انت شطها، ده انت سبته بنى هجمه، يعني كان ممكن يرجع بيها للجون ويروح ويجي، انت مستني لغايه ما الاهلي يخلص. فده ما ينفعش، ما فيش عداله تحكيميه. النهارده انت لما بتيجي تتكلم على يعني لما تيجي تتكلم على النهارده انت بتقول مسابقه عايز فيها نظام، عايز فيها عدل، عايز فيها فريق بينافس على بطولته. نادي الزمالك هو البطل لبطوله الدوري لموسمين ورا بعض. النهارده انت بتخلق له ازمات، ان انت بتخلي المنافس بتاعه النادي الاهلي هيكسب باي شكل، بعافيه، بالذوق، بالتحكيم، باي شكل هيكسب. ما ينفعش 3 سنين ورا بعض، صعبه شويه. لا 3 سنين ان شاء الله و4 سنين. ولو تفتكر انا السنه اللي فاتت كنت معاك، قلت لك الزمالك هيحسم الدوري قبل 4 اسابيع، انت قلت لي 4 اسابيع، كنت انا وعمر الايوب، قلت لك قبلها ب4 اسابيع. اداء الزمالك وفرقه الزمالك وسكواد الزمالك يكسب اي حد بما فيهم الاهلي. فالنهارده احنا بنتكلم على غياب العداله التحكيميه، وده لما اللي بيعمله شوبير النهارده والشناوي بتضغط على التحكيم طول، وكل الاستوديوهات التحليليه اللي بتتعمل تذبح الحكام وتذبح الحكم وتذبح ده، بتخلي اي حد ينزل حتى هو لو مش مثلا عنده ميل او هوى للنادي الاهلي، بينزل عنده نوع من الخوف. لا وغير كلاتنبرج، هو كلاتنبرج كل ما بيحلل اي لعبه يقول لك اتفق مع قرار الحكم في احتساب ضربه جزاء، اتفق مع قرار الحكم في طرد اللاعب، لا اتفق مع الفار انه بعت للحكم عشان يلغي الهدف، لا اتفق مع كلاتنبرج. لو تفتكر فيلم التجربه الدنماركيه، نيكول سابا كانت اسمها ايه؟ كلاتنبرج. ده يا راجل اتفرج على الفيلم كويس. ايوه بس مالناش علاقه. لا ليها علاقه. عايزين نستهزئ. لا ما بستهزئش بحد. النهارده انت جايب واحد بتديله وانت في عز ازمه الدولار في مصر، وفي عز ازمه البلد عندها ازمه في الدولار، جاب واحد مبغدده مديله لجنه يديرها بالاف الدولارات، وهو عايش في قطر شهر كامل عشان يحلل بطوله كاس العالم. فالنهارده لا نستهزأ. فين اتحاد الكوره؟ فين مجلس؟ قاعد في اوتيل 5 ستارز. طيب فين مجلس اداره اتحاد الكوره؟ عارف يا ايهاب والله العظيم ما بهزر. عارف الراجل ده لو فعلا بيطور وبياخد الدولار، وبنشايفين احنا بعينينا تطوير بجد في التحكيم، وتطوير في شخصيه الحكم، وقدرته على ان هو يبقى ضد الزمالك وضد الاهلي طالما على حق، انا ما عندناش مشكله، فاهم قصدي؟ لكن انا والله العظيم ما شايف تطوير. طيب. اقسم بالله. يبقى انا النهارده انا بتكلم بقى، لا هتكلم بقى واقف وقفه، لان النهارده انا لما بتكلم الف ب منطق 1 زائد 1 يساوي 2، 90 زائد 9 96، عمر 90 زائد 9 ما هو 98. مفيش حاجه اسمها 6 دقائق، ال6 دقائق في عرف الدنيا حتى 90 زائد 6 قصدك. 90، ما انا بقول لك 90 زائد 6 يساوي 96. صحيح. عمر ما شفت 90 زائد 6 يساوي 98. بس حصلت ايهاب قبل كده؟ لا ما كتير. 7 اكتر من 9. لا كتير. فانت النهارده النهارده انت بتعمل حاجه جديده في عرف كره القدم للنادي الاهلي. انت عايز النادي الاهلي يركب على اي حد باي شكل، وده مش هيحصل ومش هيستمر. وكمان خصوصا ان هو لسه كمان يا عيني اتعادل واتحسب له ضربه جزاء وضاعت. طب هي مش فما ينفعش يبقى تعادل ماتشين ورا بعض. هو ده هي دي مش رياضه، دي مش عداله، وده دوري. صح. النهارده بس قبل انا ما ادخل الهوا انا شفت صوره مؤلمه. يعني ايه دي؟ شفت صوره مؤلمه جدا 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 جدا، ما اعرفش انا فرقتها لكريم حمدي رئيس التحرير قبل الهوا. كان في قاعه الاجتماعات بتاعه النادي الاهلي كانت الصوره بتاعه الكابتن صالح سليم. طب ايه المشكله؟ مبادئ النادي الاهلي طول عمرها احنا بنسمع ان دي مبادئ صالح سليم، عمرنا ما عرفنا ان مبادئ الاهلي مبادئ حسن حمدي. طب ايه مش فاهمك برضه؟ اتشالت صوره صالح سليم بعد وفاه الكابتن المرحوم هشام سليم، وحطوا صوره حسن حمدي مكان صوره الراحل العظيم صالح سليم. بأني منطق وبأني عقل وبأني اصول وبأني تاريخ. هل كابتن صالح سليم الألف رحمه ونور عليه يستحق ان صورته تنزل من مكانها؟ معلش يعني ايه صوره؟ فهمني برضه، فهمني اكتر. مش قاعه الاجتماعات اللي هي الكبرى يعني بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي اللي هم بيجتمعوا فيها.
فيها الصوره بتاعت كابتن صالح سليم طول عمرها موجوده. لان بقالها مبادئ سنوات وسنوات. لان معروف ان مبادئ النادي الاهلي احنا سمعنا كده وقالوا لنا كده مبادئ صالح سليم بالظبط، الله يرحمه. فالنهارده النادي الاهلي هي دي يعني مبادئ حسن حمدي. النادي الاهلي يسير على مبادئ حسن حمدي. شالوا صوره صالح سليم وحطوا صوره حسن حمدي. هل هذا يصح؟ لا. انت بتتكلم على تزييف كل حاجه. فالنهارده لما تيجي تتكلم وتقول انت بتعترض على حاجات بتحصل في النادي الاهلي، الناس تقول لك انت مالك ومن الاهلي. لا، في تاريخ. انتوا اللي طلعتوا قلتوا مبادئنا هي مبادئ صالح سليم. تشيلوا ليه مبادئ صالح سليم من النادي الاهلي وتحطوا صوره حسن حمدي؟ ايه الميزه اللي في حسن حمدي شايفينها؟ ولا هو عشان الصديق الصدوق للكابتن بيبو؟ ولا هو عشان مرافق للكابتن بيبو في كل رحلاته؟ ونسمع دلوقتي تامر امين قال ايه. فيديو لشخص معرفش، والله ما اعرفه، والله 3 ما اعرف اسمه، محلل ناقد مش عارف. قال ايه؟ قال لك والله قال كده، قال انه سبب اختيار الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه، اسمعوا السبب، انه كولر مدرب الاهلي جنسيته سويسري من سويسرا، والاتحاد الدولي مقره في سويسرا. اسمعوا الثالثه، والخطيب بيلبس ساعه سويسري. هي التربيطه دي هي اللي خلت الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه المره دي. انا الحقيقه بصراحه انبهرت لما سمعت الفيديو ده، انبهرت. ايه ده؟ ايه الفتوحات دي؟ ايه التعالي ده انت معليها قوي 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 يا كمال. ايه الاي كيو ده؟ ايه الاي كيو ده؟ يا بختك والله، يا بختك، يا بختك بعقلك، ويا بختك بتحليلاتك، ويا بختك بربطك، ويا بختك باستنتاجاتك، يا بختك بكل حاجه والله ربنا وهبك بايه ده؟ بقى الاهلي اختاروه عشان الخطيب بيلعب بالساعه سويسري، والاتحاد الدولي مقره في سويسرا، ومارسيل كولر السويسري. يا ولا لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده مستوى النقد والتحليل الرياضي في مصر؟ هم دول اللي بيطلعوا يتكلموا في الكوره وامور الكوره؟ ما مش بعيد، مش بعيد. ما هو اذا كان الجبلايه مع كده يعني، شايفين حال المنظومه الكرويه القدميه في مصر عامله ازاي؟ حاجه صعبه قوي قوي يعني. لا طبعا قولا واحدا تم اختيار النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم في النسخه اللي جاي. اولا لان اللائحه بتقول كده، مش عشان واحد اختار ولا مش عارف مين، ولا قعد يقول نختار مين يا رب ولا نعمل حد بادي. اللائحه بتقول طالما النادي الوداد هو حامل لقب الدوري والبلد المنظم وهو بطل افريقيا في الشامبيونز ليج، فبالتالي مش هينفع يبقى طالع بروحين او طالع بدورين في الفيلم. فهو طالع بدور البلد المنظم. طيب البطوله اللي هو كسبها كسب مين؟ كسب الاهلي، يبقى اتفضل النادي الاهلي. ثم بقى بالصدفه النادي اللي وقعت عليه اللائحه اللي هو الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، وهو صاحب اكبر انجازات في القاره الافريقيه، وصاحب ال10 القاب في الشامبيونز ليج، وهو صاحب ال3 برونزيات في كاس العالم، وهو صاحب الشعبيه الاكبر في افريقيا والوطن العربي، وهو صاحب البراند نيم العالمي التجاري اللي كل دول العالم لما يتقال لك كره افريقيا يتقال لك اهلي كلاب. عرفت ليه تم اختيار الاهلي؟ واخيرا حضرتك يا ريت حضرتك لو ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش حضرتك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.